اكبر غلطه ممكن تقعي فيها انك توافقي على عريس اقل من المواصفات اللي انت حاطاها في دماغك. هيقولوا لك بقى خليه يدخل البيت بس كده وبعدين مش عارفه ايه، نشوف ان شاء الله توافقي عليه، بس ممكن ما ترفضوهوش او عادي ارفضيه احنا مش هنغصب عليك. وساعه ما يدخل خلاص الفاس وقعت في الراس وخلاص. ويقدم العروض بقى اللي هي بالنسبه لك اصلا لا تقدم ولا تؤخر وهي اصلا لا تعنيكي. فقولي لا، ما تخافيش، قولي لا. هتتفاجئي بكم الضغوط والكلام حواليك من طنطي وخالتي وعمتي وكده. ابوكي وماله يا بنتي؟ ما شاب كويس اهو، محترم اهو، طب بس ربنا يشاء، طب بس روحي وبالي بالمقابله وبعد كده ربنا يسهل. امك هتقول لك ما بيصلي اهو، عايزه ايه انت اكتر من كده؟ عايزه ايه منك؟ لا مفتريه اهو، فرد السجاده قدامنا وصلى، خلي بالك انتبهي. طبعا ما نزلش المسجد ودي علامه. اختك هتقول لك يلا بقى وافقي عليه عشان انا اتخطب، ابوكي موقف الجوازه وموقف كذا مش مخليني اتخطب الا لما انت تتجوزي. ما تستجيبيش لانك هتتعبي بعد كده. صاحبتك هتقول لك عادي يعني ايه يعني بيصلي، انا خدت اهو الملتزم اللي بيصلي في المسجد اهو، انت شايفانا ليل ونهار ونيله واتجوزت ولا ملتزم واحنا في عراك وخناق كل يوم يا اختي وبتاع وتظبطي. لا، اللي ينفع كل واحده لها حالتها الخاصه، واللي ينفع مع فلان ما ينفعش مع التاني. طنطي بقى وبنت طنطي وبنت خالتي وبنت عمتي هتقول لك قطر الزواج، معرفش استشوفهم بتوع قطر الزواج، قطر الزواج هيفوتك. كل دي ضغوطات فتن هتحصرك، كلام بيسيطر عليكي من كل مكان من كل حته. هتكتشفي ان تساهلك في النقطه دي او سماعك للكلام وده. بصوا انا بنبه على النقطه دي في فتره اهي قبل اي حاجه. لو وافقتي بحاجه عكس رغبتك، وافقتي اكبر غلط وقعتي فيه، او مش هتبقي مبسوطه. ليه بقول لكم كده؟ ليه بقول غلط؟ عشان المقارنات. اسمعوا يا بنات، المقارنات اللي بتتم اثناء الخطوبه وبعدها، والمصيبه حقيقه لو تم الزواج وهي عينها مش مليانه بعريسها، مش مليانه بخطيبها، وعماله استغفر الله تدور في الرجال عن اللي بيملأ قلبها وعقلها خلاف العريس أو الزوج. ولو تم الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده أقل ضرر، ومش هتعمل كده ومش هتدارك، هتلاقيها مش مرتاحة، مش مرتاحة، دايما حزينة مهما عمل، وتظلمه والله. مهما عمل مهما قدم لها هي مش راضية، مش مبسوطة بيه. بيقول يا دكتورة أنا مش عارف أعمل لها إيه تاني. تظلم نفسها، ظلمته، هي ظلمته ظلم شديد جدا وظلمت نفسها معاه. فاوعي تخلي كلمة بصوا كده تأخر الزواج يجبرك على التنازل عن طموحات أو صفات معينة أنت عارفة أن أنت مش هتقبلي غيرها في زوج المستقبل.